طيب صباح الفل يا جماعة. في واقعة فتاة الأتوبيس اللي قالت إن الشاب اتحرش بيها، أنا بصراحة ما رضيتش أتكلم في الموضوع ده، وقلت يعني مش مستاهلة الواحد يقعد يهري في حاجة يعني كل بتوع السوشيال ميديا هروا فيها. ولكن لما شفت بعض التعليقات المريضة من ناس مريضة نفسيا شكلها عايزة تتعالج، فقلت يعني أرد، وخصوصا بعد خروج الأستاذ حسن شاكوش باشا بيدافع عنه. طيب هو قدامنا تحرش بيها لفظيا، اللي يقول لها روحي شوفي دينك واللي يقول لها روحي شوفي لبسك. هما لما شافوها معريه شعرها في الاتوبيس محدش دافع عنها، هننكر ليه؟ واحد من التعليقات المريضه بيقول لها اللي مش معريه، اللي معريه شعرها تبقى انسانه مش محترمه ومن حقه يتحرش بيها. ده انت المفروض تتسجن على التعليق ده، يا ريتني صورته كده وحطيته. انت بتدي حريه واباحيه لاي واحد مش محترم انه يعتدي على واحده عشان معريه شعرها. هو احنا للدرجه دي وصلنا لكده؟ هو ده بقى تفكيرنا؟ دي نظرته لوحدها اللي انتوا شايفينها دي، نظرته لوحدها مستفزه. وبعدين اللي قاعدين في الاتوبيس ده ما دافعوش عنها ليه؟ ده كان رايح يتهجم عليها يضربها وفي واحد حاشه، وطول ما هي واقفه منهاره وعماله تزعق عمالين يضحكوا. حشوه بس لما كان رايح يضربها. في لقطه في الاتوبيس كان رايح يتهجم عليها وراحوا شادينه. وبعدين لما واحد يقول لها روحي بصي للبسك وروحي بصي لشعرك وانتي تعرفي دين، ده انت تتحاسب على الكلام ده. انت ليه جاي تعمل قاضي عليا؟ انت ليه جاي تحاكمني؟ بأي حق جاي تقاضيني او تحاكمني؟ على فكرة البنت طلعت قالت انها مسلمة عشان بس ما نجادلش كتير وما نلفش كتير، عشان بعض الناس اللي هتخش في التعليقات تقول لك اصلها بتدافع عنها عشان ما اعرفش ايه. لا، معروف البنت طلعت قالت اسمها ثلاثي. فاهدوا كده على نفسكم، الولد اتحرش بيها. واللي في الاتوبيس المستفزين مفيش واحد فيهم قال له عيب اللي انت بتقوله ده. في واحد شيخ عمال يقول له وانت تعرفي حاجه عن الدين؟ مش عرفك انها ما تعرفش حاجه عن الدين؟ ايش عرفك؟ دخلت جواها؟ استاذ شاكوش بقى طالع ياخد اللقطه ويعمل لنفسه ترند، ما هو مش ظاهر بقاله فتره، فضايحه مش ظاهره على السوشيال ميديا بقالها فتره. فطلع يقول لك ايه؟ هي في واحده محترمه تحط حاجات في شفايفها؟ انت مالك؟ انت اللي هتتكلم عن الاحترام؟ ده انت اخر واحد تتكلم عن الاحترام، انت اخر واحد تتكلم عن الحاجات دي. ده انت جابوك في البرنامج بتاع بسمة وهبة فضحوك ان انت في نفس اسبوع الجواز رحت خنت مراتك. ده كان قدام الناس كلها، ومراتك بعد كده طلعت فضحتك وقالت ان انت بتلبس البيجامه بتاعتها، واصلا متصور مع بنات نصها عريان في كليباتك وفي غير كليباتك. تحب اجيب لك صورك؟ ولا هو يعني شبهك بتدافع عنه ليه؟ انت حسيت ان هو شبهك؟ انتوا من نفس المنطقه، يعني من نفس المكان، من نفس الحته، جايين من نفس الحته. ايه ده؟ انت مالك؟ طالع تاخد ترند على حساب البنت وعلى حساب ده، تقول الولد وانا ده شريف جدا. مش عرفك انه شريف؟ انت تعرفه منين؟ بتدافع عنه كده ليه؟ تعرفه منين؟ ومحترم جدا. تعرفه منين انه محترم جدا؟ قريبك؟ صاحبك؟ ده نظرته لوحدها تحرش. هو احنا ليه يا جماعه بقينا نبرر للغلط؟ هو احنا ليه قدامنا واحد اتعلق على لبسها وعلق على دينها وعلق على كلامها وكان راح يتهجم عليها يضربها، ولسه بنقول تحرش ما تحرشش؟ بتوع الاتوبيس شافوا الفيديو ما شافوش الفيديو؟ مش لازم يكون اتحرش بيها جسديا، هو فعلا تحرش بيها. احنا شعب مصر
المفروض عندنا يعني نخوة اكتر من كده. دي بنت راكبة في اتوبيس في مكان عام، وبعدين في خبر بيقول انها مش اول واحدة تقول ان هو تحرش بيها. ده في خبر، هحط لكم الخبر. عيب، ما يصحش، ما يصحش لما تلاقوا بنت لوحدها في اتوبيس تقعد تقول لها دينك وشكلك ولبسك. انت مالك؟ خلي كل حاجة، خلي الحساب عند ربنا يا اخي، انت مالك؟